السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية في قناتي لمسات نوجة. حبايبي اليوم هنعمل مع بعض كيكة البرتقان بمذاق أكتر من رائع. ريحة بتاخد العقل، غير إنها كيكة هشة ومسامية ومش مكتومة. كيكة غنية ومفيدة جدا، بتحتوي على عناصر غذائية كتيرة من فيتامينات، خاصة فيتامين سي المتوفر في البرتقان، والكربوهيدرات المتوفرة في السكر، والطحينة بتدينا طاقة في هالجو البارد، والمواد الدهنية الموجودة في الزيت، والبروتين موجود في البيض والحليب. وبالنسبة للمكونات هتكون مكتوبة لحضراتكم في صندوق الوصف. خلونا نبلش بالطريقة على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بولة العجانة لازم تكون جافة تماما. حنزل ب4 بيضات متوسط الحجم، درجة حرارة الغرفة، مطلعاهم قبل بوقت ما بيصير اني انزل فيهم بردات. حنزل عليهم ب4 باكو من الفانيلا. إذا توفرت الفانيلا السائلة فينا نضيف معلقة كبيرة بدل من البودرة أو الفانيلا البودرة. حشغل العجانة. بداية حتكون السرعة بطيئة، بعدين بأسرع الدرجة كده لمدة 5 دقايق لحتى يرتفع قوام البيض ويصير لونه مايل للبياض كده ويصير كريمي. في أثناء خفق البيض كده بكون منخلة الطحين. طبعا عندي 3 أكواب من الطحين، نخلته قبل التصوير حتى ما أطول عليكم. نخلته مرة واثنين وثلاثة لحتى أتخلص من أي شوائب، وحتى يتخللوا أكبر جزئية من الهواء لحتى تصير كيكتنا هشة ومسامية. حنزل عليهم ب3 باكو من البيكنج باودر أو ما يقابلهم معلقة كبيرة، وبقلب البيكنج باودر مع الطحين كده لحتى يمتزج الخليط تماما. بعد مرور 5 دقائق بالضبط كده بوقف العجانة. شايفين ما شاء الله كيف ارتفع قوام البيض، صار لونه مايل للبياض، صار كريمي. حنزل بكوب من السكر الحبيبات. إذا بتحبوها أكتر حلاوة فيكم تضيفوا كوب ونص، هذا بيرجع لكم. حنزل ببشر حبيتين من البرتقان بعد ما غسلتهم كويس، بشرتهم طبعا، وبكوني حذرة ما تقشطي اللبة البيضة حتى ما تمرر معاكي الكيكة. وهلا بشغل العجانة لمدة 3 دقايق لحتى يمتزج السكر تماما. في نفس الكوب اللي عيرت فيه الطحين والسكر حنزل بكوب من عصير البرتقان، طبعا درجة حرارة الغرفة، وصفيته بعد ما عصرته لحتى اتخلص من اي شوائب. وحنزل بعد كده بكوب من الزيت النباتي، اي نوعية غير زيت، ما عدا طبعا زيت الزيتون. حنزل لتعزيز النكهة بنكهة البرتقان 3 نقط كده. إذا مش متوفرة فينا نستغني عنها. عندي نص كوب من جوز الهند مبشور بشر خشن، يفضل إنه يكون مبشور خشن، بيكون أطيب وألذ في الكيكة. وبشغل العجانة هلا لمدة دقيقة لحتى تمتزج المكونات كويس. إذا مش متوفرة العجانة فينا نستعمل المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي المتوفر. هلا حنزل بخليط الطحين مع البيكنج باودر، مش حنزل فيه مرة واحدة، حنزل فيه جزئية على دفعات كده. وأهم شيء يا جماعة ما أبالغ في مرحلة الخفق هلا حتى ما أخرج الهواء الموجود في البيض. تمام. حنزل شوية كده وبأخفق وبشغل العجانة. يعني مجرد ما يختفي الطحين ويمتزج تماما مع المكونات وما يكون في أي تكتلات للطحين في جوانب أو فئة البولة. طبعا بعد ما خلصت من كل كمية الطحين وخفقتها تماما، حسيت انه الخليط يعني جامد شوية كده، فنزلت ب3 كوب من الحليب الدافي وبقلب كويس حتى ما يكون في اي تكتلات. طبعا هذا بيرجع لحجم مثلا البرتقانة او كمية العصير الموجود فيها، حجم البيضة، فلذلك احتاجت شوية من الحليب كده ما يعادل 3 كوب. طبعا في قالب الكيكه بكون مسحاه بشويه زيت نباتي كده ورشه بشويه طحين، وبتخلص من الطحين الزياده وحنزل بالخليط في القالب. مجرد انا ما ضفت الطحين في العجانه على المكونات بكون بشغل الفرن. طبعا انا عندي فرن الغاز، طبعا حميته وحطيت صينيه فوق صاجة العين كده، ما بيصير اني احط القالب مباشره على عين الغاز. وطبعا بدبك القالب كده 3 مرات على الرخام لحتى اتخلص من اي او حتى اخرج الهواء الزياده. طبعا حطيتها زي ما قلت لحضراتكم على الرف الفوقاني لانه عندي فرن غاز على نار هاديه جدا، ما بفتح عليها
نهائيا الا بعد مرور ساعه الا ربع طبعا، وبختبرها بعود خله وبشوف اذا كانت معجنه بتكون بدها استوى كمان. اذا كان العود نظيف تماما انزلها على الرف التحتاني لحتى تاخذ تحميره، وبعد ما تتحمر بطفي النار عليها وبخليها 10 دقائق او 5 دقائق في الفرن، ما بصير اني اخرجها مباشره، وبعدين بقلبها في طبق التقديم. بالنسبه للفرن الكهربائي حتحموه على درجه، حتحطوا الكيك على درجه حراره 180 طبعا على الشبكه، وبعدين حتاخذ تحميره من القاع، وبعدين بتشغلوا الشوايه حتى تاخذ تحميره من الوجه. طبعا هلا بعد ما خرجتها بسم الله ما شاء الله سقيتها بعصير بشويه من عصير البرتقال طبعا، والتزيين هذا بيرجع لكم حسب الذوق حسب الرغبه. وهيك طبعا بنقدمها بارده مع اطيب والذ كوب شاي بالنعناع كده في هالجو البارد. وطبعا شايفين كيف كيكتنا ما شاء الله مرتفعه وهشه ومساميه، وريحتها يا جماعه بتاخد العقل، عن جد من اطيب والذ الكيكات المحببه الي او المفضله الي هي كيكه البرتقال. طبعا بنقطع قطعه هلا، بس انا طبعا استعجلت هنا للتصوير زي ما قلت لحضراتكم تتقدم بارده. وهيك صارت وصفتنا جاهزه لليوم. الى اللقاء في وصفه اخرى، كانت معكم نجوى عوض، مع السلامه.